تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين لمضامين هذه القناة. اليوم ما نحاول ما نطولش، لأنه اللي لاحظت على أنه في المغرب ولا كتر الحديث واللغو على الفساد، وكثروا الفرسان ديال محاربة الفساد، حتى لدرجة أنه أزين مول 20 مليار يمكن سنتيم ديال السطاد اللي كان نهب، واللي كانت وصلت حتى لأن قال لك غضب عليه الملك، وخا من بعد ولا رجع عينو في الرئاسة ديال البرلمان. حتى هو خرج شي حرب الفساد في بني ملال، وقال لك أن هناك فساد ومفسدين وفساد المال العام ومفسدين ورشاوية وكذا وهذا، وخص يحارب. من بعد هادشي، من بعد واحد بحال الخصم يعني مجرين عليه من ألمانيا بسبب مشاركة ديالو في جرائم لا تغتفر، طردوه من ألمانيا. قال لك جا باش يخدم المغرب. تنعرف أنا واحد كجا دخل ربما فكرة جديدة، علم جديد، تعليم جديد، دخل فلوس واستثمر وخلق مناسب الشغل ودار الرواج ولا لا، هو دخل قال لك باش يخدم المغرب، باش يطالب بجريمة ديال الصيد في آلية البحر، حتى هو تيحارب الفساد. ويعني هو يعرض عليه المهداوي اللي تا هو تيحارب الفساد. ولكن هاد رجالات الدولة ما تيقرب لهمش. قال لك رجالات الدولة، قال لك هما اللي مديرين الدولة، وبنادم اللي تيعتقد ان الدولة واقفة على الهوا راه تيخربق. ما عليناش. شنو هو هذا الفيلم هذا اللي كثروا، لانه ولا دابا الاعلام الرسمي والشبه الرسمي والشبه الرسمي والملحق بالشبه الرسمي والملحق بالرسمي كله تيتكلم زعما على الفساد. تنعرف على انه انا الدوله اللي تتعتقل الصحافه على مقالات يعني مثبوته بالادله، اعتقل مدونه بحال العالمي على رسالة موجهة لرئيس الدولة الحقيقي دستوريا تطالبوا بأنه يقوم بالمهام ديالو. ما يمكنش تكون في نفس الوقت تدعم محاربة الفساد. أهم ما كاين في هاد لي كروازات ديال المخزن على الفساد بالبيادق ديالو، من المهداوي حتى الأوزين والخصام وإلى آخره، هو أنه عرف الناس على ان عرفت ان هذه المنظومه الحاكمه فاسده، يعني وان نهارها قرب، نهارها جاي وقرب. الا ما كانش انها تطيح في مره ودار شي حاجه، ولكن شي حاجه توقع لها. لا ما وقعتش من هذا الشعب هذا اللي مغلوب على امره، يعني بحال الوليه، بالمفهوم الوليه البلدي، راه ماشي مفهوم المراه. راه كاين النساء اللي حروا بلدان، لا، مفهوم الوليه، هذا الشعب اللي سلوكياته بحال سلوكيات الوليه. إلا ما دارهاش هو، غديرها واحد قوة خارجية اللي تبغي تاخذ دير بحال يولي هاد المغرب انيكس ليها، كامنويلث ديالها، وتحيد كاع الناس اللي في الطريق اللي ربما ما بقاوش تيخدموا الاجندات على الطريقة ديال القرن 21 على الأقل، لأن باقي كلشي عندنا بدائي. إذن هادشي شنو تيقول لنا؟ لانه هاد العصابه اللي حاكمه بغات تحتكر حتى المحاربه الفساد، وبغات تحط واحد لا ديفينيسيون، تحدد واحد شنو هو هاد الفساد، وعلى من نتكلموا على الفساد. هاد الفساد هو انك تتكلم على هذا وهذا وهذا وهذوك، ولكن هذا لا، وهذا لا، وهذا لا، وهذو لا. هذا هو الفساد. بغيتي تحارب الفساد، حاربوا بالطريقه اللي تحاربوا بها المهداوي، يتكلم على كل شيء. المليار دا هذا، المليار دا فلان، هذاك دا 10 المليار سنتيم، هذاك خطف 7 المليار سنتيم، هذا دار 2 المليار سنتيم، ولكن ما تتكلمش على هذا اللي تكلفنا مليار ديال الدولار سنويا. هادشي باقي ما هضرناش معاه هو على التجاره اللي محتكر، على الخيرات اللي محتكر، المعادن كلها ديالو، السيستم البنكي كله ديالو اللي ماشي ديالو داخل يديه فيه بغارقه،
مسيطر على الفوسفات وفين يتصرف هذا الفوسفات لدرجه انه تيهز منه وتيتصدق به على دول اخرين، والفلاح عندنا ما لقاش لا نقري. باقي ما هضرناش على داك الشيء تيتقام علينا بمليار ديال الدولار سنويا، مليار دولار سنويا. يعني على قرن هذا اللي تينهب من هذا الشعب اللي هو حزق، هاد الدوله اللي عندها 115 مليار ديال الدولار جي دي بي، تتمشي منه مليار دولار سنويا على امور اللي هي ما تستعملتش، يعني قصورى اللي شعل فيهم الضوء، فيهم تيطيب فيهم الماكله، وفيهم الحيوانات، وفيهم يعني الحيوانات والحيوانات الاخرى اللي العبيد والى اخره، وتيتخلصوا هو ما كاينش حتى فيهم. لانه هو غير هاد السنه اللي فاتت هذه الصحافه الدوليه قال لك انه قضى اكثر من الثلث ديال العام في خارج البلاد. واخا هكاك حنا تيكلفنا مليار وتينهب، هذا ماشي نهب، هذا ماشي فساد، هذا المال العام تيتبدر ماشي فساد. عند بطبيعه الحال عند السلمهداوي وعند اوزين وعند الخصام فهمتيني، هاد محاربي الفساد ديال الديوان، هادوك اللي بحال داك القرد اللي تيدير ديك طق 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 تيعمروه طراق طق 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 طق، هو هاد التصويره ديالو. اذا شنو هو يحتكروا يحدوا المفهوم ديال الفساد. ها شنو اللي قال الفساد وقال من غير هذا الفساد هذا وبغى يقرب لهذا الفساد هذا، غادي نديروا ليه قضيه ونديروه. ديروا بغيتوا تحاربوا الفساد حاربوه بحال هذا وبحال هذا وبحال هذا وما يكون غير خير. يعني هو انه حتى الفساد احتكروه، محاربه الفساد احتكروها. الا جيتي بغيتي انت تهضر وتتكلم وتقول مثلا واك الحق ها الفساد ها هو مليار، لاش اخويا تنخلصوا حنا، لاش اخويا اش دير اخويا ب 10 ولا 15 قصر، فين هي الفلوس الفوسفات، فين هو لاش مسيطر على السيستم البنكي، لاش مسيطر على السيستم ديال الكومونيكاسيون، لاش المعادن ديالنا فين تمشي بديتي تسول على هذا الشيء هذا. وهنا ما بقيتيش تتحارب الفساد، هنا وليتي تتحارب الملك. وهو الملك ما تيتحاربوش الناس، ما تيحاربوش الناس. الملك ما يصيبك من خير هو من الملك، وما يصيبك من شر هو من الخدام ديال الملك، يعني اخنتوش وافتوش والى اخره، الا الملائكه المقربين ديالو. هذوك تا هما ما تقدرش معاهم، ما تهضرش مع وزاره السياده، ما تهضرش مع الحموشي، ما تهضرش مع المنصوري، ما تهضرش مع الديوان الملكي. ولكن فهمتيني الاخرين غسل فيهم رجليك، اصلا هما تيتخلصوا وتيستافدوا. كاين اللي حاطهم في الواجهه في اقتصاد معين بحال الاخنوش. واش العائله الملكيه تفرط في التجاره ديال الطاقه؟ واش نتوما هبال ولا عطاوها لواحد تيسيرها الاخنوش، لانه مربيه واحد كان معروف تيهرب ليسانس والغاز وداك الشيء من الجزائر. وكاين اللي تيقولوا اليجدلي اللي سمعنا انه كان تيدخل المخدرات الحشيش وتيتعامل مع شي ناس تما والى اخره وتيدير هذا التبادل هذا، فعنده تجربه مع هادشي ليسانس محطينه تما واجهه تيتخلص وتيخدم. عبد المأمور تيقول اللي خصو يقولوا، ما يفرفر لا هكا لا هكا. لكن محاربي الفساد وابطال الفرسان ديال محاربي الفساد كيك المهداوي الخصام وزين زاد عليهم حتى هو، حتى الرمضاني تيحارب الفساد. ولكن ذاك الفساد في تحديده في القاموس ديال اللغه العصابه الاجراميه المخزنيه اللي حاكمه ومتحكمه في هذا المغرب. الفساد اللي تنعرفوه الحقيقي اللي هو هذا، اللي خوت الملك شموره ما عندهاش خدمه، خوت الملك ما عندهاش خدمه، على الاقل اخنتوش وهبي عندهم شي خدمات. هذه شموره ما عندهاش خدمه، هربت 11 مليون ديال الدولار غير مؤخرا، ما دواوش عليها كاع هاد الفرسان ديال محاربه الفساد. هذا ماشي فساد، منين جابتها اصلا؟ ما تتخدمش. وقال لك لا والملك تعطيه الله وما اغنياء. منين اغنياء؟ واش اللي غني تيطمع للناس في قطعه ارضيه فيها 1000 متر مربع تيخونها لهم تيديها لهم صحه؟ هذا غني؟ انا هادو راه الشموريات والبلطاجيه والعصابه ديال هذا يعني بغيت ندير هذا الفيديو باش نقول انه هذا راه تيحاربوا الفساد اللي محدو المفهوم ديالو المخزن. اما الفساد بصح راه هو اللي تنتكلموا عليه واللي تنديروا ليه التوصيفي والى اخره. اذا الى حين الى تنتمنى نقدر ندير الجزء الثاني من داك الفيديو اللي درت مؤخرا غدا اللي على ما العمل والبديل وداك الشيء، ولكن في انتظار هذا كثر عليا هذا المصطلح ديال الفساد. اذا
الحريه لكافه المعتقلات والمعتقلين بزنازين هذا النظام اللا شعبي اللا وطني اللا ديمقراطي.